السلام عليكم اخواني اخواتي داخل وخارج ارض الوطن. عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا. القضيه ديال اليوم او القصه ديال اليوم هي قصه ديال واحد الشاب اعرفه معرفه جيده. كان بيا في ايامات رمضان، هو اللي طلب مني انا نعاود القصه ديالو. هذا الشاب بحكم ان الام ديالو كانت كتشتغل عامله ديال النظافه في واحد القياده كنت ازاول المهام بها، كانت هي اللي كتنظف البيرويات. كان عندها هذا الشاب وكانت عندها واحد الابنه في العمر ديالها 12 سنه، الا انها عندها واحد الزوج. كان واحد الانسان اللي مقامر كيلعب التيرسي، هو كان مياوم يعني طالب معاشو. داكشي اللي كيصورو بالنهار كيمشي يخسرو في القمر، النهار اللي ما تيكونش عنده فكيجي عندها القياده، يعني كيدير لها الشوهه على ود 30 درهم ولا 50 درهم باش يمشي يلعب التيرسي. هاد السيد هذا كنا كنهضروا معاه، كنا كنرشدوه ونوعيوه وننبهوه، ولكن بحال كتهضر مع الحيط، الهضره اللي كتقول ليه كتدخل من هاد الودن وكتخرج من الودن الاخرى. يعني انسان غير مبالي، واحد الانسان اللي مبلي بالشقوفه وبالتيرسي، يعني خصو يلعب باش ما كاين. الشوهه يجي يديرها ليها في الخدمه ما عندوش المشكل، هي كانت كتفاداه، كتعطيه الفلوس. كنا كنقول لها هادشي اللي كدير انت اللي كتساهمي في هادشي، كتقول كدي انا ما كنقدش على الشوهه وعلى وجه وليداتي راني صابره. الدري ما كانش كيقبل هذا الوضع هذا، خصوصا انه كان كيعنفها في الدار على ود الفلوس باش يمشي يلعب، فكان الصداع ويهرس الماء على ود خصها تعطيه الفلوس بزز منها. هنا الدري واحد النهار غادي ينطاف في الوجه ديال الاب ديالو دفاعا عن الام. الاب ما يتقبلش، يخرج للزنقه، ما يخلي فيه غير اللي ينسى. خرج ليا من داري، الا كنتي راجل اعطيني اتساع، يعني سير تخدم على راس. خرج لي من داري، يعني عندهم واحد الدويريه بسيطه. الدري ما رضاش قدام صحابو والجيران. الام كانت تحاول تهد الاوضاع، ولكن الاب عاد ما زاد فيه، قال لها لا يخرج ليا من الدار ولا غندير فيه شي حاجه. فهاد الدري هنا ما تقبلش الوضع، خرج من الدار. كانت اول ليله ليه تيعاود لي انه بات في واحد الجره، فرش غير الكارطون داخت به الدنيا. قال لك ما عرفت ما نسبق ولا نوخر، قال لك خرجت من الدار ما عرفت ما ندير. قال لك الدراسه مشات ليا، يعني قال لي قررت ما باقيش نرجع لهذيك الدار واخا يوقع اللي بيوقع. يعني الام كانت هي كتجي مسكينه للخدمه في واحد الازمه، يعني النفسيه ديالها محطمه، ولدها ما عرفاش واش بايت في الزنقه ولا واش واكل ولا شارب ولا، يعني ما عرف عليه حتى شي معلومات. تقريبا واحد السيمانه هي فاش كيجي لعندها قال لها انا راه بخير وعلى خير، راني خدام وكنبات مع واحد الدري صاحبي، يعني بلا ما تبرصيش عليا، مع العلم انه كان تيبات غير في واحد الجره. مشى لعند واحد مول الحانوت فطلب منه انه بدا يعطيه كلينيكس على اساس انه اي حاجه باعها يجي يخلصها ليه، يعني عاود ليه الوضعيه ديالو والحاله ديالو. فالسيد حن فيه، عطاه 3 الباكيات، قال لي غنعطيك 3 الباكيات تساليهم جيب لي فلوسهم ونعاود عاوتاني نعطيك ماشي مشكل. استمر على هذا الوضع تقريبا واحد الشهر. فهنايا ما عجباتوش الفكره، بان ليه واحد الحي سكني يعني فيه عمارات والطوموبيلات كيباركيو. قال علاش لا ما ندبر في واحد السطل ديال الماء وبقى نغسل الطوموبيلات، اللي بغى يغسل طوموبيلته نغسل ليه الطوموبيل، وباش ما سخا الله يعطينا هذيك البركه. فدبر على واحد الكرسي حطو تحت واحد الشجره حدا الباب ديال العماره، اللي كاين بلاصه تيقول لي واش نغسل الطوموبيل. يعني اليوم غدا فالساكنه بداو تيعرفوه، يعني كل واحد تيقول ليه دوز عليها الصباح تيجي تلقى الطوموبيل هي هذيك تعطي داكشي اللي قسم الله. هذيك العماره كانت ساكنه فيها واحد البنت، بنات الليل، يعني بائعات الهواء للاسف. الظروف يعني كل واحد فينا رماطو، الا انه واخا هذيك ماشي خدمه، ولكن الله اللي كيعلم بكل واحد وكل واحد والصبر ديالو والنفسيه ديالو فين كتجي. فكانت كتشوفو كي يجلس تما بالليل تيدير عليه غير الماطا، يعني تما تينعس. هو قال لك تنعس غير نص نعسه، يعني البرد كنلوح عليا ديك الماطا. المهم كندوز الليل باش ما عطا الله. فكانت كتحن عليه، يعني كانت كتجي مع ديك جوج جوجونس ديال صحاباتها كتحطهم الطاكسي جوجونس 3، فكانت كتجيب ليه ساندويش. كانت تجي عنده كتعطيه ساندويش
خصوصا من بعد ما عاود لها الظروف ديالو واللي خلاتو انه يوصل لهاد الحاله هادي. مره كانت كتدور معاه، تقريبا دوز معاهم شي 6 شهور على هذيك الحاله. واحد النهار جاتو فكره انه يطلع للشمال، يعني جاتو فكره علاش ما يخويش البلاد ويمشي يدبر على راسو. هذه هي الفكره اللي طاحت ليه بالو، يعني الحل الاخير. قالها ليها راه غادي نطلع للشمال، ولكن راه جامع شي شويه الفلوس، غنمشي عاوتاني تما ندبر على راسي ونجمع شي حاجه ونشوف اللي يقطعني البحر. هي بقى فيها، قالت ليه حتى انا غادي نتعاون معاك بواحد البركه والله يسهل عليك. هنا كانت المفاجاه، انا جابت ليه واحد المبلغ ديال 4000 درهم، عطاتها ليه. قال لك انا ما بداتنيش الفرحه، قال لك جامع واحد الشويه على هذيك البركه اللي عطاتني. قال لك اول حاجه شديت الكار، من بعد ما علمت الوالده قلت لها راه غنطلع للشمال نخدم على راسي، لكن ما قلتلهاش انني غادي نقطع البحر باش ما تدخلعش. قال لك عطيتها واحد 700 درهم. قال لك انا بغيت نعطيها اكثر، ولكن كنشوف انني خصني نجمع فلوس، حيت الا ما درتش هكا راه ما غاديش نصوبي راسي وما غاديش نصوبيها. مشى للشمال. اول حاجه قال لك مشيت لواحد الشانطي ديال البني، لقيت واحد الكابورون تماك ديال اللي مقابل البنايه تما والخدامه. مشى لعندو قال لي الله يجازيك بخير، كنقلب على خدمه واش ممكن نخدم، انا راه حفار فين ما حطيتيني راني خدام لك. قال لي غادي نجربك واحد اليومين، كنتي خدام هو هذاك، ما كنتيش خدام غتشد حساب يمشي في حالتك. يعني السيد هو حفار، يعني صافي خرج لتماره ولد الوقت، يعني الكابرا عجباتو الخدمه ديالو، فخدم معاهم تقريبا واحد السنه. ثم تعرف على واحد الدري، كان حتى هو الفكره ديالو انه يقطع البحر، يعني كانوا معاشرين بجوج. الحاجه الزوينه انهم ما كيخرجوش من الشانطي غير الا بغاو يمشيو للحمام ولا يتغداو خضيره، يعني غاديين بواحد الاقتصاد. يعني الريال عارفينو فين كيتصرف، يعني الهم والحاجه اللي كانت مبسطاهم هي انهم يجمعوا الفلوس ما قدر الامكان، يعني ما يخسروش الفلوس بزاف باش يجمعوا البركه اللي غادي يقدروا يمشيو بها. الوالده ديالو كان كيهضر معها، كان تيقول لها راني كنديباني، يعني سمحي لي الا كنت ما كنصيفط لك شي حاجه، ولكن من بعد راه غادي تعرفي. هنا جمع هذيك البركه اللي عنده. قال لك انا واخا عرفتها ما كافياش، ولكن مشاو عند واحد السيد اللي دار معاهم زوين. قال لك طلبناه وترجيناه، يعني عطيناه، قال لك هذاك الشيء اللي عندنا درناها في الله. اللي كان عندي واحد الخوف كبير واش نوصل ولا ما نوصلش، يعني تجربه اول مره غادي نديرها. الليله اللي كانوا غادي يقطعوا البحر قال لك جاب الله التيسير، وصل للديار الاسبانيه. ديار اسبانيا يعني قال لك تما انا وصاحبي قال لك غادي يكون مفترق ديال الطرق، يعني كل واحد غادي يمشي يدبر على راسو. انا قال لك ما عرفتش فين غنمشي، فين غادي نجي. قال لك كاين شي حي تما قال لك فيه غير المغاربه. تما قال لك كانت واحد الاستشاره وتما دوزت واحد الشهر، يعني الله اللي عالم بيا. قال لك يعني دازت عليا، قال لك الجوع، ما عنديش الفلوس، ما عنديش هادي. لقى تما واحد الدري ولد بني ملال هو اللي وقف معاه، يعني نصحو ورشدو. غادي يخدم في واحد المخبزه عند واحد الصبليوني بالاوراق، يعني خدام بالليل وبالنهار. يعني قال لك ما هماتنيش انا، قال لك الخدمه اللي كيهمني هو خصني نجمع الفلوس وندير وريقاتي، يعني واخا قال لك الخدمه قاصحه. يعني انا كنشرك الليل مع النهار، قال لك كنرتاح واحد الساعتين ثلاثه مكانه ونوض عاوتاني. قال لك خدام، قال لك السيد عجباتو الخدمه ديالي. يعني كان المشكل ديال شويه ديال اللغه. قال لك انا واخا بقيت كنعافر وكنتعلم شوي بشوي، قال لك كنتواصل معاه شي نختار غير الاشارات شي ندخل. قال لك لقيت كلمه هذه الحمد لله. قال لي درت الثقه ديالي في هذا السيد هذا اللي عجباتو الخدمه ديالي، وليت انا قال لك اللي مكلف مع الوقت بالدراري. دوز معاه
واحد الفتره اللي هي كبيره تقريبا 7 سنوات. خدم فيها هذاك السيد الله يعمر هضر، قال لك ما شفت منه غير الخير. من بعد وقف معاه انه تيسر وقاد له الرقاد ديالو. قال لك بديت جمعت انا فليسات، بديت كنعرف الوقتاش فيها، يعني الخدمه ولات قال لك الحمد لله ميسره مع هذا السيد هذا. هنا تقريبا ضرب واحد 10 ديال السنوات، يعني الاتصال كان غير هاتفي مع الوالد ديالو، مع الوالده ديالو عفوا، كان كيطمئن عليهم. مره كيصيفط لهم واحد البركه اللي على قد الحال. هو كان صارم في هذه القضيه ديال الفلوس، يعني قال لك هو الفكره عندي انني خصني ندخل نحيد امي من القهره وندير حتى انا مشروع ديالي في البلاد ديالي. من بعد ما تيسرات الامور ديالو، قاد له الرقاد ديالو، جمع الحمد لله واحد المبلغ اللي محترم. هنا قرر انه يدخل البلاد. فجا كانت واحد الصدمه بالنسبه ليه، يعني كيلقى الاب ديالو توفى. الام ما كانتش قالت ليه بنت نقول لك هذا الشيء يعني اللي فيك راه كافيك، خصها في الغربه، يعني انا ما بقاش فيا واخا ما دوز علينا. انا اللي بقى فيا هو ما تسامحناش وما تشوفناش، يعني حس ب تأنيب الضمير. واخا الاب ديالو كان غلط، يعني الاب ديالو كان هو السبب ديالو في هذه المعاناه اللي عاشها. هنا قرر انه اول حاجه يديرها يشوف واحد البقعه ارضيه ويدير واحد دار ضيافه اللي يديرها مشروع ويخدم فيها في بلادو، يعني يقنع من الغربه. يعني الغربه كانت هي الهدف، انه يجمع راس المال من بعد انه يدخل ويدير ديالو. فهنا يسر ليه الله في واحد البقعه يعني في النواحي كنعرفها. دار واحد الميزون دوت، يعني واحد دار الضيافه، جرى في الوريقات ديالو، جرى في المسائل ديالو، الحمد لله تيسرت الامور ديالو. الا انه الحاجه الوحيده اللي كانت شاغله الذهن ديالو السيده اللي كانت عطات ليه هذاك المبلغ، ديك بائعه الهواء. يعني ما نساش هذيك الوقفه اللي دارت معاه. فمشى تيسول عليها في هذاك الحي اللي كانت ساكنه، يعني كلشي كان تيقول ليه راه ما بقاوش هنايا مده هذه باش صح له. كيسول الكارديان اللي تماك، يعني مره كيجري في المسائل ديالو، كتتيح ليه فرصه كيمشي يقلب. طال واحد النهار غادي توصل بانه هذيك السيده يعني خدامه في واحد القهوه كتقاد المسمن، يعني صافي حتى هي تلات بها الوقت. يعني هاد الطريق راه عندها غير واحد الفتره محدوده، يعني لقاها قال لك في واحد الحاله يرثى لها، يعني زاد بها العمر، وصلت لواحد المستوى اللي الصهير والشراب والمخدرات، يعني ما تصورش انه يشوفها. في هذيك الحاله مشى لعندها، يعني بحال بيت قهوه تماك، طلب حتى هو براد ديال تاي مسمن. ملي جات لعندو قال واش ما عقلتيش عليا؟ قالت ليه لا ما عقلتش عليك. قال لها انا هو ذاك الشخص الا كنتي كتعقلي كان تيغسل الطوموبيلات حدا العمارات عندكم، وانت اللي عاونتيني بواحد المبلغ مالي كنتي عطيني 4000 درهم، ما عمرني غادي ننسى الخير ديالك. حتى هي قالت ليه مزيان الحمد لله. قال راه مشيت خدمت على راسي، الحمد لله راه دخلت راني خدام في واحد البروجي ديالي، وان شاء الله راه غادي نسول فيك. فهي قالت لي الله يسهل عليك، شد النمره ديالها. من بعد ما يسر الامور ديالو حول الام ديالو والاخت ديالو لهذيك الميزون دوت، بناو واحد التويريه في هذيك البقعه مع الميزون دوت. اول حاجه دارها مشى جاب هذيك السيده، قال لها انت اللي غادي تكلفي هنايا، غادي تكلفي بالناس اللي غيديروا الميناج، وهانتي خدامه وهانتي مستقره في واحد الشومبر. يعني خير ما عمرني غادي ننساه. الام ديالو والاخت ديالو حتى هما استقروا معاه تماك في البروجي ديالو. يعني تما كانت هي نقطه التحول ديال حياته. واخا ذلك ما نساش الخير ديال هذه السيده والفضل ديالها، واخا بائعه الهواء، ولكن الظروف اللي خلاتها دير هذا الشيء. واخا انا ما متفقش ان اي واحد ولا اي وحده تمشي في هذا الطريق،
الطريقه دي الاخر ديالها شوف فين كانت، يعني من بعد ما كانت دوك السهرات الماجنه والفلوس والقصاير والبارتما والطاكسي تديها والطاكسي تجيبها، يعني من بعد هذاك الشيء عنده واحد الوقت ها هي ولات خدامه كدير هي المسمن، يعني بواحد الاجر ديال 80 درهم ولا 100 درهم في النهار. ولكن الرجوله ديال هذا الدري والموقف ديالو ما نساش الخير ديالها، حتى هي كانت سبب في انه يحقق الحلم ديالو. من بعد يسر ليه الله الحمد لله، دابا راه بخير وعلى خير، خدام على راسو وخدام على الوالده ديالو على الاخت ديالو. ما نساش كذلك الخير ديال هذيك السيده حتى هي، ما نساش الخير ديالو لانه هزام واحد الفقر وواحد الحاله اللي وصلت ليه. من بعد حتى هي تنقات في حالتها، ولات هي حتى هي اللي كتجيري معاه المشروع ديالو وواقفه على الخدامه ديال الميزون دوت. كانت هذه هي القصه ديال الشاب ديالنا، كنوجه ليه التحيه، الله يسر لك والحمد لله ربي عوضك بمحسن. كذلك يعني العلاقه ديالو بقات بهذاك السيد، لانه قال لي طلع في هذه الايامات فاش اتصل بيا كان مشى لعندو لاسبانيا، تما دوز معاه شي ايامات وقضى شي اغراض قال لك باقي كاينين تماك. يعني بقات العلاقه بينه وبين السيد اللي خدمو النهار الاول علاقه جيده. كنتمنى لك كل التوفيق، الله يسرك. مثال للشباب، يعني العزيمه الاراده، واخا ما نصحش ان الشباب يغامروا بحياتهم، يعني حبذا انك واخا تخدم في بلاد واخا الظروف قاسيه، ولكن كل واحد وربي اشنو مكتب ليه واشنو مقسم ليه، يعني ربي راه يسر لك ومكتب لك هذاك الشيء اللي غادي توصل ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الشاب بالطموح ديالو وبالرغبه ديالو الحمد لله راه وصل، وحيد الام ديالو والاخت ديالو من ذاك الفقر اللي كانوا ودوك الظروف اللي كانوا عايشين فيها، عوضهم خير، والله سبحانه وتعالى حتى هو عوضه خير، وعوض حتى هذيك السيده اللي كانت عايشه حتى هي في ظروف ديال انها كتبيع اللحم ديالها، حتى يا ربي عوضها. يعني سبحان الله العظيم، واحد الخير والاخر رجعوا ليه، حتى هو ما نساش الخير ديالها. كنتمنى هذه القصه تعجبكم، والله يهدي بعض الاباء لانهم اللي كيتوجهوا لهذا القمار وهذا التيرسي، والشباب كذلك، لانه راه كان الخير في هذا الشيء. راه تلقى شاب عنده 24 سنه وكتلقى واحد الشخص اخر عنده 60 سنه ولا 65 سنه، كان الخير في هذا الشيء. راه انت الشاب اللي كتشوف هذاك تيلعب حداك عنده 60 سنه، اكون ربح هو اللي انت عمرك ضربه هو 3 خطرات، حياته كامله مدوزه في هذه البليه هذه بدون فائده، لا حياه لا مستقبل لا وليدات. يعني انت عندك 24 سنه وهو عنده 60 سنه، يعني انت غتمشي في هذا الطريق حتى تولي انت عندك 60 سنه وغتبقى في ذاك الكرسي وغتبقى كتعمر في هذوك الوريقات بدون فائده، ضيعتي حياتك، ضيعتي مستقبلك، ضيعتي ولادك. كنتمناو الهدايه لوليداتنا، الله يصلحهم والله يبعد عليهم كل اذى. ومره اخرى عيد مبارك سعيد وعسركم مبروكه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.